ممكن تكون ما بتحبش الرعب بس بتحب المغامرة. القصة دي انت اللي هتحدد مين اللي عمل الجريمة من خلال تقارير البحث الجنائي والطب الشرعي وكمان أقوال الشهود، وبعدها احكي لك تفاصيل القصة وانت اللي هتحدد مين هو الجاني. ياسمين أحمد لقوها ميتة في بيتها، ولما راحت المستشفى الدكتور قال إنها لازم تتشرح لأن ممكن يكون في شبهة جنائية. الدكتور خلص شغله والتقرير اللي كتبه كان غريب شوية. قال إيه بقى في التقرير؟ البنت جسمها كان سليم، مفيش بس غير خربوش صغير في دراعها، بس أكيد مش ده السبب. السبب إن الدكتور لقى مادة غريبة في جسمها تحديدا في الكبد. لما حللوا المادة دي اكتشفوا إنها مادة بتتفاعل مع القهوة. يعني إيه؟ يعني في حد حط لها المادة دي في فنجان قهوة وهي شربته. المادة دي بتخلي جهاز المناعة يشتغل بشكل عكسي، يعني يشتغل باستمرار، ولما جهاز المناعة ملقاش أي مرض يواجهه بدأ يواجه أعضاء الجسم كلها، وده تسبب في موتها في خلال ساعات قليلة. تقرير البحث الجنائي ما فاتش كتير قوي لأن اللي عمل الجريمة دي كان بره البيت. نروح بقى لأقوال الشهود.